ولحظة مشاهدتي لبرنامج البرنامج دائرة الضوء ليلة البارحة، في نفس اللحظة كان هناك الكثير من المطاعم السودانية التي تتصل بي لتعرف مكان تواجد المصريين لإرسال وجبات جاهزة لهم. هذا شعور طبيعي بين أخ وأخ. استاذ احمد اتفضل. استاذ جمال، حاليا في اللحظه اللي بكلم حضرتك دي اذيع خبر ان الرئيس مبارك استقبل السيد السفير السوداني في مصر لشكره على رعايه السودان لمنتخب مصر ولجماهير مصر وتامين كل حاجه لهم كويسه. واعتقد ان رئيس الدوله عندما يستقبل ويشكر، كل الكلام الثاني ده يروح على الارض وملوش لازمه ولا كانه له وجود. استاذ جمال، ده اللي انا عايز اقوله، وده دي العلاقه اللي بيننا. ومش احنا هنعمل زي الناس التانيين ماتش كوره هنعملنا خناقه. احنا كان كل اللي بيحصل امبارح في لحظات الناس اللي كانت عماله تصرخ وتعمل وتايه، وناس ممكن كانت هي احنا سامعين في التليفونات انما ما بنشوفش بعينينا، بس نقلنا الحدث زي ما هو. انما في كل الاحوال الاخر بعد امبارح الساعه 5 و6 والكلام ده كله الكل اثنى والكل اشار والكل اعترف. والنهارده بقى تحديدا لما الكلام ده، وعشان كده بديت كلامي وقلت لو في حد زعلان انا بعتذر على اللي اتعمل في السودان. وبعدين النهارده انا ما اقدرش اوجه اقدر اقول احمل الامن السوداني. هو الامن السوداني هيبقى اقوى من الامن الفرنساوي؟ ده لسه من 4 ايام يوم 14 عاملين 3 مذابح، عاملين 3 مصايب في مارسيليا وليون وباريس. يعني انا عايز اقول ده هم دول تركيبتهم، ده من كام سنه في 2004 بهدلوا الدنيا في تونس. فهذه مساله يا استاذ جمال بنتخطاها. وانا بس كانت الرساله اللي عايز اقولها واكلم حضرتك، انا شخصيا بشكرك وبشكرك على ادوار كثيره حضرتك عملتها ووفرتها، وبشكر كل واحد وبشكر كل واحد. وبدايه الشكر للرئيس عمر البشير اللي هو قائد السودان. استاذنك وانت معايا يا استاذ يوسف، بس الفنان محمد فؤاد يوضح لك بعض الامور. يا فؤاد ازيك؟ ازيك يا كابتن شوبير؟ ازيك يا فؤاد؟ الحمد لله على السلامه. ازاي صحتك انت؟ كله تمام؟ بالتاكيد كله تمام، وطالما انتوا بخير. مبدئيا بس هنبدا نقول السودان ايوه بين قوسين ليس بها خائن. جميل. ولا تعرف كلمة اسمها خيانة. جميل. ده شعب مؤدب. وعملت مش أقل من 30-40 حديث قبل ما نروح الماتش. نعم. في كل الصحفيين اللي قابلوني في الشارع أو قعدوا معايا في مكان أو في أي مكان. بص أنا أول واحد لن أسمح إن حد يغلط في كلمة سودان. جميل. أنا متربي في وسطيهم. وأعرف إن الناس دي مصنع أخلاق ومصنع أدب. ودول البقية الباقية في الوطن العربي. البقية الباقية في الوطن العربي التي عندها مصنع الأدب ومصنع الأخلاق والقيم الاجتماعية اللي ما زالت بنعرفها عن حق في السودان. نعم. ده كلام ما فيهوش ده جميل. رجعة. نعم. أقسم بالله العظيم 3 أقسم بالله العظيم 3 ما في حد يقدر يجبرني ان اقول ذلك. جميل طبعا. انا قلت ده وانا في السودان هناك قبل ما يحصل اي مشاكل عندهم الصحافه. واكيد لو نزلوا الصحافه هتلاقي نزلت امبارح. انا ما قلتش كلام غير اللي انا قلته ده. نعم. وما اعرفش غير ده، ولا شفت في حياتي من سودانيين عاشرتهم غير ده. نعم. هقول لك على حاجه بقى يا كابتن شوبير. تعالى بقى عشان بس اصل ايه، احنا كلنا مش ملائكه. نعم اكيد. مش معنى ان انا اقول مثلا في برنامج سايقين وصورناها واديناها له ووريتها للامن السوداني. الامن السوداني اللي بيوصلني لغايه الطياره انا والناس اللي معايا. وحاجه ثانيه بقى اضيف على ذلك حاجه ما جبتوش سيرتها نهائي. مفيش حد جاب سيرتها نهائي. مش الامن السوداني، مش البوليس السوداني بس اللي جالنا.
احنا جالنا قوات المارينز السوداني هي اللي جابتنا من المكان اللي احنا كنا فيه. برشاشات ومدرعات ومصفحات اسال 130 واحد كانوا معايا. هم دول اللي طلعونا من المكان اللي كنا مستخبيين فيه. وودونا لغايه الطياره. ومش عايز اقول على اسامي مسؤولين كبار سودانيين كانوا واقفين، الله اعلم ده من حقي اقوله ولا لا، بس مش هقول عشان خلينا اللي هو نبقى صح يعني. بالظبط. مسؤولين في اماكن حساسه جدا جدا وقفوا اطمنوا علينا شخصيا واقفين معانا لغايه ما ركبونا الطياره وما مشوش الا لما ركبنا الطياره. طيب فنان محمد خير يا كابتن فؤاد. الراجل مضروب في دماغه ومتعور وما سابناش من الاتوبيس ومشي. كمان الراجل ما رضيش يمشي. لو سابنا كنا متنا. يعني ده لو سابنا لو محمد فؤاد مش هيمثل، مش هيعيط على الهوا تمثيل يعني. يسالوه يا شوبير، يسالوا الراجل. الراجل ده عظيم، الراجل ده تعمل تمثال في وسط السودان. الراجل ده سوداني انا ابوس ايده ورجله من اخلاقه ومن ايمانه ان هو راجل مسلم. ما دامش ناس مسلمين بقى اطفال وحريم يموتوا في الشارع. اسالوا 130 كانوا معايا. اي حد يقول غير اللي انا بقوله ده يعني دي مشاعر جياشه يا محمد واصله. اتفضل يا يوسف. بناشد كل اللي كانوا في السودان يا جماعه تنسوا العذر ارجوكم للشعب الطيب ده. الشعب ده اطيب من خليل ربنا على وجه الارض. صحيح والله العظيم. سواء السويس اللي معانا خلاص يا ابو حميد، مش هدي نفسك يا ابو حميد. انا مقدم فعلا بقول لك ما تديش فرصه لحد يثبت فينا. وفعلا اللي سابونا كلنا تاني، اللي مشي من عندنا لقيناه قدامنا تاني، واخد بالك؟ بس جايب معاه 3 4 تاني مثلا، واخد بالك؟ تصرف طبيعي يعني انساني. جاب عربيه شرطه تانيه، واخد بالك؟ وفي منهم اللي جه لوحده ولا عارف يجيب ولا يعمل، جه تاني لوحده. صحيح. ما انا بقول لك احنا مش محتاجين نتكلم وندافع عن السودانيين. احنا متاكدين ان احنا كنا يعني عندهم في بلدنا وكاننا في بلدنا، وهم كانوا يعني لولا ستر ربنا اولا والسلطات والاجراءات اللي عملوها كانت تحصل مصيبه. اللي حالي سعيد ان شاف بلده حاولت تضايف الناس، لان الراجل ده لو كان سابنا كنا متنا كلنا. الراجل ده خد طوبه في رجله في ودنه بقى ينزل دم، هدومه كلها دم، وما فكرش يحط ايده على الباب يفتحه ويجري. وراجل حوالي 60 سنه. بكره هجيب لك اسمه يا محمد. ابوك ايديكم على طول الراجل ده ايه؟ حاضر. صوتي هيخف. بكره هجيب لك اسمه، بس انت سيب بس في الكنترول يا محمد بيانات الشركه اللي كنت فيها.